بالغة بمبادرة وزارة المنطقة التي تستعد أن تكون حقبة النمو الاقتصادي في مصر منطقة قناة السويس. We are so happy and pleased with this visit in a part of Egypt which is getting ready to be one of the most important spots for development. بتنفيذ مشروعي حفر قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. Comprising the two projects, the Suez Canal Area Development Project and the سميتي جوه ايدك تتحرك بس. عايز قد ايه؟ 20 ثانية كده. المشروعات اللي احنا مكلفين بيها كلها الحمد لله بتسير في خطة موضوعة كلها ما بتأثرش على بعضها. يعني انا ولكن للحقيقة ان قناة السويس هنا ما بتأثرش على اي مشروع تاني احنا بننفذه الا تنفيذ الخطة الاستراتيجية للطرق. المكلفين كهيئة هندسية ننفذ 1361 كيلو طرق في مختلف انحاء الجمهوريه. ما يخفاش على حضرتك ان ان الطرق كلها بتبدا في البدايه بتشكيل جسر ترابي واعمال حفر واعمال ردم. المعدات تقريبا اللي بنستخدمها في الطرق هي اللي بنستخدمها في حفر قناه السويس الجديده. عشان كده احتمال يكون في تاثير ولو بسيط على الطرق فقط، ولكن الانشاءات مفيش تاثير. الابار الميه مفيش تاثير. كباري مفيش تأثير. إذا في تأثير فقط بنسبة بسيطة جدا على إنجاز أعمال الجسور الترابية وأعمال الحفر والردم في الطرق. بطمن حضرتك إن خلال أسبوعين من النهاردة، يعني قبل 15/11 إن شاء الله، هنكون أنهينا جزء كبير أو في شركات كتير أنهت شغل الحفر هنا وهتنتقل مباشرة إلى شغل الطرق عشان تزود بقى معدل انتاجيه او معدل تنفيذ الطرق. امبارح احنا فعلا مشينا شركتين من هنا خلصوا انهوا اعمالهم في قناه السويس في قطاعاتهم، لانهم فعلا امبارح طريق الجلاله البحريه واستلموا موقعهم فعلا امبارح. انا كنت معاهم في زياره امبارح لطريق بمر على طريق الجلاله، سلمتهم فعلا المواقع عن طريق مدير المشروع المقيم هناك. استلموا مواقع واشتغلوا فيها عشان نزود معدل تنفيذ الطرق. جميع الاعمال بقى اللي بتتم هنا ان شاء الله بمجرد ما المقاول اللي مكلف بشغل هنا يخلص شغله هيتنقل على طول لمشروع اخر بحيث ان احنا ندفع الاعمال في بقيه المشروعات. هدخلكم دلوقتي بين على وسط ترابيوم في القناه بين الجزء الجنوبي والجزء الشمالي. هتشوفوا بس يمين وشمال وبعد كده همشيكم على المناقي ده. القناه هتبقى شمالكم باستمرار تشوفوها. تعالوا كده معايا.
فندم اللي قاعد وزير الاتصالات مصادر الدخل وخلق فرص عمل. فنحن اليوم فخورين بتواجدنا هنا معكم، ونأمل من الله أن توفقوا في عمل هذا المشروع وإنجازه في الوقت المحدد وضمن المواصفات والمعايير الموضوعة لهذا المشروع. مع الوزير في أي مرحلة من المراحل اللي يكون فيها هذا التنفيذ؟ خلاص أنا أعطيتكم كلكم. معلش هات العادين اللي معاك، سيادة العميد عمرو، هات العادين ما تمشيش.
تم رفع 125 مليون متر مكعب من الرمال. النهارده هيكمل 70% من اعمال الحفر اللي جت في قناه السويس الجديده. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده الموقع الرئيسي اللي اطلق منه الرئيس عبد الفتاح السيسي اشاره البدء لتنفيذ قناه السويس الجديده. النهارده المجرى الملاحي للقناه ظاهر، ضفتين زي ما حضراتكم شايفين. اعمال الحفر والميه ظهرت في بعض المواقع. النهارده نقدر نقول بكل ثقه ان الحلم المصري الكبير بدا يتحقق على ارض الواقع. شيء يتفتح في مصر الان. ها؟ الشباب يعني، انتوا الشباب يعني. ان شاء الله النهارده على قناه السويس الجديده بقى، شوفونا على اليوتيوب. اتفضلوا يا بقى، اتفضلوا. يلا بالعالم، يلا. اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا. اتفضلوا المنصه، انا باخد لقطه للاساتذه كلكم وانتوا نازلين يعني. نورتوا الاسماعيليه والقناه يا فندم. نورك يا فندم. نورت يا فندم. عفوا يا فندم، عفوا. يا فندم، قناة السويس الجديدة على اليوتيوب. نورت يا دكتور. نورين يا شباب. دكتور فولي سالم الفولي، استاذ علم الاجتماع الريفي بكليه الزراعه جامعه الازهر. الحقيقه انا كنت بتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم تدشين مشروع قناه السويس، وبمجرد الانتهاء قمت مسكت القلم وكتبت قصيده بعنوان سيسي المحروسه. بقول فيها فعلا انا بكيت في نفس اليوم ده، بقول فيها: يا من ابكيتني اليوم فرحا بعوده مصر الحبيبه بعد حكم الاخوان لها سنه مريره واليمه، في عهدهم عشنا فوضى وفرقة وغربة، واليوم عادت مصر بلد الأمن وموطن لكل الأحبة. أيها الإخوان، هل أصابكم عمى الألوان؟ هل تريدون لمصر أن تكون مستوقدا للنيران؟ هيهات هيهات، إنها بلد الأمن والأمان، كما أخبر ربنا بأنها محفوظة بحفظ الرحمن. وندائي إلى الناس المخبولة المغيبة: أفيقوا فمصر الأزهر والكنيسة هي الباقية. جئت يا سيسي منحة من رب السماء إلى مصر الكنانة، لتحررها من عصابة شيمتها الغدر والخيانة. ولو لم تك صادق مع ربك ما جئت من حي الجمالية، لتعتلي عرش مصر وتسكن قصر الاتحادية. يا من حباك الله في العقل فطنة ورجاحة، ووعيت الأرس وتصرفت بحكمة وفصاحة. أفسدت على أمريكا والغرب مخططاتهم الشرق أوسطية، وجمعت العرب وعادت مصر رائدة لأمتها العربية. وستشهد مصر على يديك نهضة قوية بسواعد أبنائها في كل المجالات التنموية. فجرت طاقات وشحذت همم كانت كامنة، وستصل بك مصر إلى أعلى المراتب السامية. نهضة في التعليم والصناعة والزراعة، وقيادة لعروبتها بعزة وشهامة. يا من حباك الله، يا من وجهك يشع بنور ربه وتكسوه السماحة، وعهدنا فيك الصدق والوضوح والصراحة. أنت نصير الضعفاء من الفقر والمجاعة، وقد عملت لهذا من أول لحظة وساعة. حرم الناس من العدالة لسنوات طويلة، وزاد الفقر والبؤس وصارت عيشتهم مريرة.
اليوم أطلقت شارة البدء لحفر القناة بقوة وشجاعة، وجاء حديثك للشعب من القلب بكل صراحة ووداعة، وسيكون فاتحة خير على مصر ويعيد لها الكرامة ويعوض شعبها عن سنوات طوال من الفقر والمهانة. يا من أحييت فينا ذكريات ناصر بتأميم القناة، والسادات زعيم النصر وقاهر الغزاة، دعوات من القلب لرب العباد صادقة أن يحميك ويحفظك من كل الشرور المهلكة. أفيقوا رحمكم الله، هذه هي مصر وهذا هو الخير الذي يقدم لمصر. أفيقوا رحمكم الله، انعموا بخير مصر وانعموا برؤية تاريخ مصر، وعيشوا مع تراث مصر، عيشوا مع حضارة مصر، عيشوا مع مستقبل مصر لتحتضنكم مصر. إن عدتم إليها عادت إليكم، إن عدتم إليها فمرحبا بكم وعادت إليكم، وإن ظللتم على عنادكم وفكركم فلن ترحمكم مصر ولن يرحمكم التاريخ. لون احمر ده ستة اربع قنوات اتصال، لون احمر واربع قنوات اتصال دي قناه ده احنا قلنا نقسم الاسواقيه لعمل اسواقيه. الاسواقيه الاولى ان احنا نعمل نحفر القناه الجديده ونعمل اربع قنوات اتصال، الغرض منها ندخل القناتين، كل قناه اتصال هندخل منها اربع قنوات، قناتين في الشمال وقناتين لا احنا بنرصد. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه بعرفكم نفسي علشان الناس اللي بتكتب التعريف مش مظبوط. انا اللواء اركان حرب كامل الوزير. سيادة العقيد اسمك ايه؟ اللي عمك كان اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ علي صوت. مونجي. مونجي. ازيك يا مونجي؟ تعليقات عقيد امتى بقى؟ تعالى يا باشا. طيب انا لسه مش معاك. تعالى هات الصندوق. تعالى ارجع يا محمد، ارجع خطوه يا محمد. قرب شويه. قرب شويه. برضه معين عشان حركه تحت ليها اصوات وحركه عشان ما حدش يتعور بس. خليك لنا بس 15 او 20 جاكيت عادي هنا. جبنا 15 او 20 يعني حسب. برضه معين عشان حركه تحت ليها اصوات وحركه عشان ما حدش يتعور بس. خليك لنا بس 15 او 20 جاكيت عادي هنا. جبنا 15 او 20 يعني حسب. الحركه تحت ايه بالراحه شويه.
20/11/2014، أي بعد 104 يوم من تلقي مش سياسة،